الإعلام من أهم وسائل التواصل. منذ قديم الزمان لم يكن الإعلام موجودا وقويا كما يومنا هذا. كانت البرقيات والحمام الزاجل الأساس الإعلام. كانت الحكومات تفعل كثيرا من الأمور بسرية ولا أحد يعلم ما تقوم وما تخطط له وما تفعل. لكن هل تغير الوضع الآن؟ My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and الإعلام هو من أهم وسائل التواصل وأهم وسائل الإشهار، من اسمه إعلام بين الناس. إذا أنت حسنت تاخذ الإعلام، أو إذا أنت حسنت تتحكم بالإعلام، أنت صار فيك تتحكم بالعالم. الإعلام شيء كتير خطير، وإذا إحنا ما انتبهنا له في كتير شغلات فيه له عواقب تانية. اليوم بدي أحكي لكم عن الإعلام. أهم وسائل الإعلام هي حاليا التلفزيون هو بيعرض لك الأخبار، بيصور لك إياها من مناطق ومن أراني تانية وبيورجيك إياها. طيب، هل الإعلام والتلفزيون بيورجيك الشغلات حقيقية 100%، ولا قاعد بيكذب أو بيلفق عليها؟ خلونا نتخيل إنه في مجموعة من الناس خرجوا ليتظاهروا ضد قرارات البرلمان. عدد هدول الأشخاص كان حوالي 500 شخص. هدول ال 500 شخص طلعوا مظاهرة قرارات البرلمان. الإعلام هلأ شو دوره؟ الإعلام دوره إنه يطلع للعالم، يطلع للشعب المحلي إنه في 500 شخص طلعوا مظاهرة ضد قرارات البرلمان اللي هي كذا كذا. بس الإعلام الحكومي ما حكى أبداً عن هاي الشغلة، ولا حتى يمكن حتى بس في آخر الموجز الإخباري. أما الإعلام اللي ضد الحكومة، الإعلام اليساري خلينا نسميه، الإعلام اليساري راح حكاها من أول الأخبار، وراح بعد ما حكى من أول الأخبار وجاب للمحللين وكبر الموضوع كثير، حتى في عالم حست إنه هدول الأشخاص 500 شخص تقريبا 1000 شخص أو أكثر، وخلاهم يحسوا إنه هن اقتحموا مبنى البرلمان، بس هو ما صار شيء من هذا الشيء. هذا هو الإعلام. الإعلام لازم يورجينا الحقيقة، بس الإعلام ما بيورجينا الحقيقة. من أندر ومن أقل الشغلات إنه ممكن الإعلام يورجينا الحقيقة أو يورجيك إياها كاملة. خلونا نحكي لكم هلأ مثال على أرض الواقع. بالانقلاب التركي الفاشل، كلنا متذكر صار الانقلاب التركي وكثير شغلات. أول مبنى اقتحموه العسكر واستولوا عليه شو هو؟ مبنى الإعلام والتلفزيون، لحتى يقولوا للعالم إنه صار الانقلاب وهذا شيء. هذا أساسي، لأنه لو ما أخذوا مبنى الإعلام والتلفزيون مين بده يعرف؟ الناس كيف بدها تعرف؟ غير اتركوكم عن هذا الشيء. في قنوات عربية ضد أردوغان، حزب العدالة والتنمية، صارت تورجيكم شغلات هي مو ضابطة، هي شغلات مو حقيقية. صاروا مثلا طلعوا أخبار إنه أردوغان مسكوا العسكر. في كمان أخبار تانية إنه أردوغان سافر طيارته على ألبانيا، وهي من القناة العربية وسكاي نيوز أنا شفتهم كاتبينها بالموجز، يعني كاتبينها تحت إنه أردوغان استقل طائرته العسكرية الخاصة لحتى يهرب لألمانيا، وما صار ولا شيء من هذا الشيء. أردوغان حكى كل العالم وحكى كل الناس، نزلوا العالم على الشوارع ولبوا مطالب وشو هو قال لهم عليهم، وفشلوا هذا الانقلاب. الانقلاب ما كان مثل الجيش التركي، كان منقسم من الجيش التركي، وبدأوا كلهم نعرفوا من هنا نتحاسبوا وكل شيء. وهذا الانقلاب بينقال انه كان ممول وكذا وكذا والى اخره. انا ولا جاي لهون حتى احكي لكم عن الانقلاب او اي شيء، جيت بس بدي لكم حتى انوهكم وحتى اخبركم عن الاعلام قديش خطير، قديش بورجيك الشغلات هي ما لها صايره وهي ما لها حقيقيه عنها. مثل قال انه اردوغان هرب طائرته العسكريه، يعني هذا الشيء حقيقي؟ ابدا ما صار ولا شيء من هذا الشيء. الاعلام بيورجيك كثير شغلات هي ما لها حقيقيه. طب انت ممكن تقول تشوف شغلات مثلا بغير بلد انت ما بتعرف عنها ابدا ولا اي شيء. طب انت شفت هذا الشيء، ممكن الاعلام هذا عم يكذب عليك، هو ما كان صار ولا شيء من هذا الشيء. مشان هيك نحن لازم نقصى ونشوف الحقائق. هلا احكي لكم عن مثال ثاني. مثال هو باوروبا والمناطق الثانيه، حتى خوفوا العالم من اللاجئين ومن المسلمين. ممكن يجي واحد يسال ليش الحزب المتطرف، الحزب المتطرفه كثير عم تعلى، مثل ترامب والحزب ببريطانيا انفصل عن الاتحاد الاوروبي، وترامب هلا صار هو الحزب المتطرف، نجح وهلا صار هو الرئيس لامريكا. بالانتخابات كمان الفرنسية اخذوا نسبه كثير عاليه. طب نفكر نحن ليش هذا الشيء عم يصير؟ الاعلام هو كثير شغله اساسيه. الاعلام عم يصور للناس باوروبا ومورجيهم انه هذول اللاجئين رح يجوا، رح ياخذوا لكم سكنكم، رح يغلوا كل شيء، رح ينزعوا، رح يدمروا كل شيء وكذا 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 الى اخره. بس الاعلام بس هذا الشيء ما عم يصير ابدا. بس الاعلام عم يخوف من شيء هذا علاك. الاعلام عم يحكي عن هاي الشيء كثير،
الاعلام عم يورجي اوروبا، عم يورجي العالم، عم يورجي الناس ساكنين باوروبا انه اذا اجوا انه اذا اجوا السوريين على اوروبا رح تصير تقريبا اوروبا مسلمه. فهذا الشيء ما في ولا اي ذره من الصفات صحيحه. خلينا نقول انه كل العالم يطلعوا من سوريا كلاتهم راحوا على اوروبا، ولا حدا راح على تركيا ولا على الاردن ولا على لبنان ولا على العراق ولا على مصر ولا على اي شيء من هدول البلدان، كلهم راحوا على اوروبا. طب اوكي، نسبة المسلمين كانت باوروبا 4%، بعد ما اجوا كل هدول قديش كان لازم تصير نسبة؟ 5% فقط، 5%. الاعلام بيورجيك هاي الشغلة انه رح يصيروا هن اكثر من 20% وكذا، مشان هيك الحزب اليميني مثل ما حكينا هذا عم يصعد. One minute I'll be flying, I'll see people of Middle Eastern descent getting pulled, random selections, beeping through the machine. And then Ebola happened, and all of a sudden the focus shifted. Focus shifted, and now it was Africans getting pulled aside, Africans waiting. Middle Easterners were cruising through security. And then almost as quickly as it started, it flipped back overnight. And I'll never forget when it happened. Right after the Charlie Hebdo attack in Paris. That attack happened, and almost the next day, Ebola wasn't a thing anymore. Middle Easterners were back in the spotlights. Normal service had been resumed. Because after Charlie Hebdo, I would walk through airports and no one gave a damn. They didn't care about me, where I was from, nor the bananas in my bag. I just cruised through security. Charlie Hebdo. Terrorist attack in France. Everyone led with it. CNN, breaking news, terrorists have attacked Charlie Hebdo headquarters. BBC, and in breaking news, unconfirmed reports saying 12 people have been killed by terrorists who have attacked. Everyone said they were terrorists. It was weird to me because we didn't know that they were terrorists. We just knew that they were Middle Eastern. But immediately we went to terrorists. Because if you're Middle Eastern, that's a terrorist. That's the world we live in now. Yeah. If you're Middle Eastern, terrorism is your trademark. It's so crazy how easy it is to get people to hate a group of people, because that's what happened. Charlie Hebdo, and then everyone started saying things about Muslims. These damn Muslims. We gotta stop Islam. That's what we gotta do. We gotta stop these Islamists, these Muslims. Now, I'm not saying all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslims. It sounds really smart, doesn't it? It sounds really smart. But it's not. It's stupid and it's hate speech. That's what it is. It really is. Terrorism is not a race, it's an act. It has evolved over time. Yes, right now we're dealing with extremism, Islamic terror in some parts of the world. But if you go to other parts of the world and ask them what a terrorist is, they'll show you a different face. You go to England, 20 years ago, and you said, what was a terrorist? They show you a drunk Irishman. Right? I didn't need to say drunk, I could have just said Irishman. There was a time when Nelson Mandela was labeled a terrorist. Like, terrorism is an act, it's not a face. People say these things. Well, these Muslims, you gotta admit, there's an awful lot of them doing the same thing. You're like, yeah, but you know who's not a terrorist? Most Muslims. Yeah, most Muslims are not terrorists. I'm not even Muslim, but it gets to me because I'm like, most Muslim people are not terrorists. You know how you know this? Because we're still alive. Yeah. They've had ample opportunity to take us out, people. There's 1 billion Muslim people on the planet. They've had every chance. They could have killed us using those falafels they sell us after midnight when we come out of the club. They could have wiped us all out. But they're killer kebabs. They've had the means. هذا هو الإعلام بيقعد كثير بيورجيك شغلات هي مو ظابطة وهي بالحقيقة مو موجودة. الإعلام بتحكم بمخك وبتحكم بشغلات أنت بتفوت على مخك، بتحكم أنت بشو عم تفكر وبشو كذا وكذا وكثير هالشغلات. الإعلام شيء كثير خطير. طب ممكن يجي واحد يسأل بهذا التقدم اللي احنا فيه والتكنولوجيا وكل هذا العصر الحديث، معقول الإعلام يضل مثل ما هو من زمان؟ معقول الإعلام ما يتحسن أو ما يساوي ولا أي شيء ضابط؟ رح أقول لك إيه، في السوشيال ميديا مثل الفيسبوك واليوتيوب وكل هذا، هاي موجودة تعطيك إخبار صحيحة نسبيا، هي ما بتعطيك، نحن عم نعطيك.
انا عم بطلع عم بحكي من دون اي تمويل، من دون ما حدا يقول لي اعمل وما تعمل، من دون ما حدا يقول لي احكي وما تحكي. انا عم بطلع، انا عم بحكي، انا عم وجه ومو عم وجه، يعني انا عم ورجي العالم حقيقه. خلينا نرجع للمثال الاول تبع ال 500 شخص. لو ما كان في الاعلام، لو كان هذا الاعلام حقيقي او الاعلام تبع التلفزيون، ما كانت العالم بتصدق اول شيء. كان واحد طلع بسناب شات بالانستغرام باي شيء، صور ورجع العالم حقيقه، وما كان صار ولا اي شيء، وكانت العالم عرفت الحقيقه. هاي لانه من العالم للعالم، هذا هو الاعلام الصادق نسبيا. هلا هو مو صادق نسبيا 100%. في فيديو لعمر حسين مساوي لك هون بالتعجب، او هون ما بعرف اي تعجب، فوتوا على التعجب، حاط لكم رابط هنيك او حطه بالديسكربشن، فوتوا شوفوا الفيديو. عمر حسين حكى لكم كثير شغلات عن الاعلام بهذا باليوتيوب وهي شغلات. انا هذا مو هذا اللي اجيت احكي عنه هلا. جيت لكم انه نحن صار فينا نتحكم بكل شيء، صار فينا نشوف كل شيء قدام عيوننا، كل شيء شايفينه نحن، ما حدا فينا لا يشوشنا ولا يلعب فينا مثل الدمى. انت فيك تشوف اي شيء، مشان هيك بيرجوا منكم انه تحققوا، انه تقصوا الحقائق، تعرفوا اي شيء اذا هو صح ولا غلط، هذا الشيء عم يصير ولا ما عم يصير، هذا الشيء شو اصله ومن وين جاي. لانه هلا صار كل شيء قدامنا، لا كل شيء تشوفوه وتسمعوه وتصدقوه. وهذا كان بدي اقول لكم اياه، كان كثير هذا امر مهم. لهيك اذا انت ما كنت واحد لهيك اذا انت كنت واحد من العالم اللي ما بترضى ان العالم يتحكم فيك مثل الدمى، شارك هذا الفيديو وخلي كل العالم تعرف، وخلي كل العالم توعى على هذا الاعلام وشو مخاطره وشو بيساوي. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. هذا الفيديو تبع اليوم كان تقريبا حبيت اوريكم اياه، اوريكم بعض الحقائق. هذا الفيديو عدته 3 مرات او اكثر، يعني كل مره بصور بقول لا فيني اسوي احسن، كل مره بصور بقول لا فيني اسوي احسن. انا فكرت قلت اذا كل مره بسوي احسن ما عاد يمشي الحال ساوي ولا شيء يعني. عشان هيك رح سويت فيديو الحمد لله منيح، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. بتمنى منكم لا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناه اذا عجبكم الحكي، وفعلوا زر الاشعارات لحتى امتى ما انزل فيديو يجيكم. اسف انه قطعت هالفتره القديمه، بس ما كنت مثل ما قلت لكم بصور فيديو بوقف، لانه مع بدي شيء مثل علم الناس وبس. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا. هون في فيديوهين قدام، واضغطوا على هاي الدائره لحتى تشتركوا بالقناه، هي الدائره لك على وشي، اضغطوا عليها حتى تروحوا تشتركوا بالقناه، وما في شيء ثاني. اكتبوا لي ارائكم كل الشغلات بتشوفوا عنا انه الاعلام كذاب وكذا الى اخره. اعطوني رايكم بالتعليقات، رايكم كثير 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 بيهمني. اذا واحد كتب لي رايه بالتعليقات اهم من اي تعليق ثاني. وبس، ان شاء الله تكونوا استمتعوا بالفيديو واستفدتوا، ومع السلامه.